في إحصائية لفتت انتباهي لأحمد عبد القادر تبين لك هو هينجح مع بيراميدز ولا لأ، وهي أرقام أحمد عبد القادر التهديفية والصناعية. أحمد عبد القادر مثلا مع النادي الأهلي في موسم لعب 22 مباراة الموسم ده، سجل هدفين وصنع هدفين، فدي مش أرقام لاعب، مش بقلل منه، ولكن دي حرفيا الأرقام اللي بتتكلم. ميسي ورونالدو هم أفضل اتنين لعيبة في تاريخ كرة القدم من وجهة نظري. ليه؟ لأن أرقامهم التهديفية والصناعة عندهم عالية، مساهمتهم مع الأندية. أحمد عبد القادر من أمهر اللعيبة اللي شفتهم في حياتي، وهو يمكن من أمهر اللعيبة اللي عدوا على تاريخ مصر كلها، وأنا مسؤول على الكلام اللي أنا بقول لك عليه ده. ولكن أرقامه التهديفية والصناعة مش عالية، فده حاجة سيئة، فأتمنى إن هو يحسن من الموضوع ده. طب ده ليه بيحصل مع أحمد عبد القادر؟ لأن أنا شايف إن أحمد عبد القادر مش دماغه في الملعب بنسبة كبيرة. يعني مثلا الناحية الجسدية عنده أو الجانب البدني عنده مش أفضل حاجة، ضعيف جدا، تحسه ان هو ضعيف بدنيا، ما بيشتغلش على الجانب ان هو ينهي الفرص. باختصار مش عارف يستغل المهارة اللي ربنا وهبها فيه، وهو المهارة الجسدية، ان هو بيعرف يراوغ والكلام ده، ان احنا كلنا عارفين ان مش اي لاعب بيعرف يراوغ في كرة القدم. فاتمنى ان هو يحسن الجانب ده في بيراميدز، لان انا بصراحة ابقى حزين على احمد عبد القادر ان هو يضيع كاريره بسبب الارقام دي.